عفاش بل عن والد والديه لا وين ما هو. لم يشخ أحد إلى الآن فوق قبر ميت إلا أنا فوق قبر عفاش. أكرمكم الله، لم يشخ أحد من العالمين فوق قبر ميت قط، مات إلا العبد لله شخيت فوق قبر عفاش. وأنا بنقرأ المعوذات، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأنا ماسك الحسين الصغيري وبنشخ. اطلع خلها تطلع في هي جالس بعجج لا بعجاج. وش من كلام بتكلم يا حسين الملاحي؟ اتق الله على روحك وخاف ربك. ما قد أحد عمل هذا الكلام بكله ويقول إنه بيتبول على القبور الميتين. يعني سمعت الخبر وإنه في التواصل الاجتماعي الناس بتكلموا ظهور عفاش ما ظهور عفاش، وانتو رحت تدور وين قبره وتبول على قبره، وإنك خرجت حسين الزقير. ها دريتم يا حسين الملاحي؟ اوقع إنسان كبير وكبر عقلك، وإنه بهذا الأوضاع تجلس أنت جالس تبعقق لك بعقق. شي معك خبر؟ المواضيع التافهة هذه ما يتكلموا عنها الناس، سواء على الميتين ولا على العايشين. وذا شي معك خبر غيره قلته؟ يعني جالس أنت تدور لك الموالات عشان تبرز وتكون أنت يعني السفيه حق أنصار الله، والكلام البذيء اللي بيجي منك أنصار الله بيتبروا منك. يا رجال اتق الله وروح لك. يعني نشوفك انت بتصور لك بث مباشر في لايكي، تطلع لك انت وابو عماد تتكلموا تتعاجروا. اما ذا الكلام ما هي صابرة عليك يا حسين الملاحي. ما بيقولوا علينا الناس الثانيين هؤلاء أصل العرب؟ يا أخي يظهر من ظهر. عيب الكلام اللي بتحكوه، ما هي من أخلاق الرجال. أنتم مسيرة قرآنية كنتم. وإيش ذا الكلام يا حسين الملاحي؟ تخرب المسيرة حقك عندما تمثلهم، ما يتبروا منك أنصار الله. يا رجال اتق الله في روحك وفي أعمالك. انت جاي تقول إنك مسيرة قرآنية وتدي الكلام ذا؟ يا خبير ما هو على ذا الكلام. خاف ربك. فضحت بنا قدام العالم كله بذا كلامك. ما هو كلام رجال ولا كلام منطقي. انت يا حسين الملاحي